المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا على المستوى يقوم بزيارة عمل رسمية إلى هرقسة. انعقاد اجتماع برامج التطعيم لمنطقة الشرق وجنوب افريقيا. بدء امتحان الشهادة الوطنية الثانوية لعام 2019. إيران تقيم دعوى قانونية ضد أمريكا بسبب العقوبات. 24 قتيلا إثر حادث قطار بالكونغو الديمقراطية. حادث تدافع خارج فندق في أيرلندا الشمالية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قام وفد إريتريا على المستوى المكون من معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس سياس أفورقي السيد يمانة قبراب بزيارة عمل رسمي إلى هرقسة أرض الصومال، مواصلة للزيارات الجارية من أجل إحلال السلام الإقليمي وتعزيز العمل المنسق. وشهد الرئيس موسى بيه عبده لدى استقباله الوفد الإريتري في مكتبه بالمبادرة الإريترية. وقدم الرئيس عبده لوفد إريتريا توضيحا مسهبا حول الأوضاع الراهنة في أرض الصومال ومواقفها في مختلف القضايا. وكان الهدف من الزيارة الأولى من نوعها إلى هرقسة أرض الصومال هو من أجل بدء العلاقة البناءة مع أرض الصومال لتعزيز السلام الإقليمي. هذا وقد توجه الوفد الإريتري على المستوى إلى هرقسة اليوم 18 من مارس، وسوف يلتقي خلال الأيام الثلاث التي يقضيها في أرض الصومال مع مختلف المسؤولين في الحكومة، ويجري مباحثات حول تعزيز العلاقات. افتتح في فندق أسمر بلاس اليوم 18 من مارس الاجتماع السنوي للقائمين على برنامج التطعيم لدول منطقة الشرق وجنوب افريقيا. ويشارك في الاجتماع المنعقد حتى 20 من مارس الحالي المشرفين على برامج التطعيم من 20 دولة في شرق وجنوب افريقيا ومختلف المنظمات الدولية ومعاهد الأبحاث. وأكدت وزيرة الصحة آمنة نور حسين في الكلمة التي ألقتها على أهمية التطعيم لدرء الأمراض، داعية لضمان التنفيذ والتوسيع بالعهد السياسي والدعم الدولي ومواصلة المنفذين للبرامج بالتقييم وتبادل التجارب. وأوضحت عن تنفيذ برامج كبيرة في سنوات الاستقلال الماضية لتوسيع التطعيم وضمان صحة المواطنين، وبلغت نتيجة لذلك تغطية التطعيم إلى 99% على مستوى البلاد. وأوضحت منسقة مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا الآنسة سوزان ناغونغ في افتتاح الاجتماع الذي ألقيت فيه أيضا كلمات مندوبة مكتب منظمة الصحة العالمية ومكتب صندوق الطفولة في الأمم المتحدة، أوضحت بأن التطعيم هو أسلوب هام لاكتساب المناعة المسبقة من الأمراض، ومن المهم عقد لقاءات موسعة بمشاركة الكثير من الدول لتبادل التجارب والخبرات من أجل نتائج أفضل. ويبحث الاجتماع الذي يستمر ل3 أيام الخطة الاستراتيجية الإقليمية لتطوير المناعة ضد الأمراض وتنفيذ برامج التطعيم وتوسيع برامج التطعيم وتطورها، ودور المجتمع في المتطلبات الدائمة لتطوير المناعة ضد الأمراض وإدخال البرامج الجديدة للتطعيم والحفاظ على إنجازات التطعيم. وعلم بأن التطعيم الذي لم يتجاوز 10% عام 1995 في إريتريا وصل حاليا لأكثر من 99%، ويقدم 12 نوعا من التطعيم ضد أكثر من 40 مرضا. بدأ اليوم 18 من مارس 2019 امتحان الشهادة الوطنية الثانوية في داخل البلاد، وكذلك في المدرستين العالميتين الإريترية في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية. ووفق المعلومات التي أدلى بها مركز الامتحانات الوطنية بمعهد التعليم العالي والأبحاث، يجري الامتحان في مدرسة ورساي كالو بيساو للطلاب النظاميين، وطلاب المدارس الفنية في الأقاليم يمتحنون في مدارسهم، بينما يمتحنون طلاب المدارس الفنية والكلية الأهلية للتعليم بالأقليم الأوسط، وكذلك طلاب المدارس المسائية والممتحنين المعيدين للمرة الثانية في الأقليم في الإكسبو. وتشتمل الامتحانات على 13 مواد دراسية، إلا أن المادتين الإنجليزية والرياضيات تلتزم على كافة الطلاب.
ويمكن أن يمتحن الطالب برغبته وميوله في 3 أو أكثر من مادة من المواد الأخرى. وفيما يتعلق بطرق الامتحانات تحتوي من 70 إلى 80% على أسئلة الاختيار، فيما يتم الإجابة على النسبة المتبقية بالكتابة. دعا سكان مدينة سرجاغ خلال لقائهم أعضاء مجلس الإقليم الأوسط لمواصلة عملية توزيع قطع الأراضي الطيسة. وقدم أعضاء المجلس أمس توضيحا بشأن نتائج الاجتماع الدوري 18 للمجلس الذي عقد في 30 من يناير الماضي. وشهد المجتمعون ببرامج المجلس بالعمل كجسر بين الجهات التنفيذية والشعب، مطالبين الإسراع في توزيع أراضي الملكية الخاصة الطيسة في مختلف مناطق المديرية عامة وإمبادره خاصة. وأفاد مكتب الأراضي بالإقليم الأوسط عن توزيع قطع الأراضي لأكثر من 6000 مواطن، بينهم أكثر من 2200 امرأة في 9 قرى هي عدم زمات ولاجن وعد رعدة وأمبيتو وسعد كريستيان وبلزة وعد قبرو وعنا قودو وعد بخاخاي، مشيرا إلى أن قرى الزاقر وأفدي وصحفلام وكازيم بمدينة سرجاغ ستوزع فيها أراضي الطيسة لحوالي 3800 مواطنا بعد اكتمال الإجراءات اللازمة. كما يوجد برنامج لتوزيع الأراضي في الأشهر القريبة القادمة في قرى إمبادره وعدجين ووكي ودكسب وكواندبا وعنا نالاي ومدرزاول، إلى جانب تحديد أراضي الملكية الخاصة الطيسة في قرى دقيطروس وشمانوس لعلاي وتحتاي وعد رقات ودفرة وحيلو وقريتات بمدينة سرجاغ لتوزيعها بعد إجراءات التخطيط. عقد قسم الصناعة والمعادن في إقليم شمال البحر الأحمر سيمينارا تنويريا للعاملين في مجال التجارة والصناعة والمعادن في مدينة قندة حول العمل القانوني. وقدم المدير العام للقسم السيد تولد برهان زروم توضيحا بشأن مواد الرخص التجارية عامة وتقديم الرخص التجارية وإلقائها وتسجيلها الواردة في المرسوم رقم 34 لعام 1993 والمرسوم رقم 128 لعام 2002، مشيرا إلى أن المتاجر التي لم تجدد رخصها حتى عام 2013 لن تكون مقبولة. من جانبها أوضحت مسؤولة التجارة في الإقليم السيدة مسعودة حمد أهمية وفوائد الضرائب الحكومية داعية لدفع المستحقات الضريبية في أوانها وامتلاك الناشطين في تربية الدواجن وأبقار الألبان الترخيص التجاري. وقالت إن توكيل سلطة الترخيص التجاري يكون ملقيا إذا لم يجدد لأكثر من 3 أعوام. ودعا مسؤول الصناعة سيد داويت إمباي إلى توفر الجودة والنظافة في العمل، موضحا بأن انخفاض وزن الخبز وعدم النظافة من النواقص الظاهرة. قال مسؤول خدمات تبرع الدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبرهة أن أنشطة التوعية الجارية للتبرع الطوعي للدم تحقق نتائج مرضية. وأوضح عن جمع 492 وحدة دم من طلاب المرحلة الثانوية ومدرسة مساعدي التمريض في الحملة التي جرت من 11 وحتى 15 من مارس في مدارس بمدينة مندفرة. وقد جرت خلال ال5 أيام التي تم التبرع فيها الدم أنشطة توعية بتعاون بنك الدم وجمعية المتبرعين الطوعيين للدم في الإقليم الجنوبي. تواصلت اليوم 18 من مارس 2019 فعاليات الجولة الرابعة من سباق بطولة أفريقيا المقامة في بهردار الإثيوبية، حيث حصد المنتخب الوطني في سباق المضمار على 4 ميداليات بينها ذهبية. وفي سباق الشابات الذي امتد إلى مسافة 46.4 كيلومتر نالت المتسابقة الإريترية دانايت تساقاي على المركز الأول ويردانوس رؤسهم على المركز الثالث، وحصلتا ميدالية ذهبية وبرونزية. وفي سباق الشباب الذي امتد إلى مسافة
104.4 كيلومترا احتل الدراج الإريتري يوئيل أسمرام في المركز الثاني، تاركا المركز الثالث لزميله في المنتخب الدراج يوهانس جبرهيوت. ويتصدر المنتخب الإثيوبي السباق ب7 ميداليات ذهبية، ويليه المنتخب الإريتري ب3 ميداليات ذهبية، متفوقا على المنتخب الرواندي صاحب المركز الثالث بذهبيتين، ويليه المنتخب الجنوب أفريقي بذهبية واحدة. وبهذه النتيجة تستعد المنتخبات لخوض الجولة الأخيرة يوم غد الثلاثاء، وسوف يشارك في سباق الغد الدراجين الإريتريين والجنوب أفريقيين المحترفين لحصد 4 ميداليات ذهبية. كما ينظم سباق آخر لما دون 23 عاما، وأشار موفد الإعلام بأن المنتخب الإريتري سيشارك في سباق الغد ضمن فئة السيدات بموسانا دبساي ودسيات كيداني وزناب فصم وتعغسي جبرهيوت، وفي فئة الرجال مرهو قدوس ودانيال تخلا هيمانوت ومانيل جبرس جابهير ومكسب دبساي وسراك تسفام وميرون تشمي وبنيام جرماي وهينوك مولبرهان. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة حاصلة الأنباء العالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين إن حكومته ستقيم دعوى قانونية في إيران ضد المسؤولين الأمريكيين الذين فرضوا عقوبات على بلاده كإجراء تمهيدي قبل نقلها إلى محاكم دولية. وأضاف روحاني في كلمته نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة أن العقوبات الأمريكية خلقت بعض الصعوبات، من بينها إضعاف قيمة الريال الإيراني، وهو الأمر الذي تسبب في تفاقم التضخم. وعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران بعد ما قرر الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي تفاوضت فيه 5 دول أخرى. وقال روحاني إنه أصدر أوامر إلى وزيري الخارجية والعدل لإقامة دعوى قانونية في المحاكم الإيرانية على هؤلاء الذين وضعوا وفرضوا العقوبات على إيران في أمريكا. وقال الرئيس إنه إذا أدانت المحاكم الإيرانية المسؤولين الأمريكيين فإن بلاده ستنقل الدعوى إلى محاكم دولية. لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح بعد ما خرج قطار بضائع على متنه ركاب متسللين سرا عن سكته في الكونغو الديمقراطية وفق ما أفادت الشرطة وهيئات طبية. ووقع الحادث في إقليم كاساي في وسط غرب البلد الواقع في وسط أفريقيا. وقال مسؤول محلي في شرطة السكة الحديد إنه تم انتشال 24 جثة، لكنها حصيلة مبدئية لأن العربات لا تزال مقلوبة. وأكدت هيئة السكة الحديد الوطنية خروج القطار عن سكته. يعتبر هذا ثالث حادث قطار في نحو شهر في الكونغو الديمقراطية. وقتل 5 أشخاص في حادث قطار ركاب في الشهر الفائت في محطة كاليندا في جنوب البلاد. وفي سياق متصل، أعلنت سلطات هونغ كونغ اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق عقب اصطدام قطارين خلال اختبار جديد لنظام الإشارات. وحذر مسؤولو السكك الحديدية من أن الإصلاحات قد تستغرق وقتا طويلا، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. يشار إلى أن نحو 6 ملايين شخص يستخدمون شبكة المترو في هونغ كونغ خلال أيام الأسبوع. قالت الشرطة أن 3 شباب لقوا حتفهم في حادث وقع خارج فندق في كوكستاون بإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني خلال احتفال. وذكرت التقارير أنهم توفوا في حادث تدافع أمام صالة للرقص. وأضافت الشرطة في بيان أن شابة تبلغ من العمر 17 عاما وشابين يبلغان 17 و16 عاما توفوا في الحادث، بينما ترقد شابة عمرها 16 عاما في حالة مستفرة في المستشفى. وتلقى شابان آخران العلاج من جروح ألمت بهما جراء حادث كوكستاون التي تقع على بعد 75 كيلومترا غرب بلفاست.
وقال مسؤول في شرطة السبت السبب الفعلي للحادث لا يزال مجهولا، لكن هناك تقارير عن وقوع حادث تدافع في الموقع، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مجموعة كبيرة من الشباب كانت تنتظر لدخول صالة للرقص. الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت المياه مناطق واسعة من ولاية نبراسكا والسهول الوسطى في الولايات المتحدة بعد عاصفة عاتية تسببت في فيضانات تاريخية على طول نهري ميزوري وبالات، ما أدى إلى وفاة شخصين وتدمير منازل. وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في نبراسكا مايك وايت إن الفيضانات منتشرة على نطاق واسع في الثلث الشرقي من الولاية، مشيرا إلى أن شخصين لقيا حتفهما في الولاية هذا الأسبوع بسبب الفيضانات. كما ذكرت محطة تلفزيونية أن منسوب مياه نهر ميزوري كان لا يزال في ارتفاع بحلول السبت. وجاءت الفيضانات عقب إعصار شتوي عنيف ضرب السهول الوسطى الأسبوع الماضي قادما من جبال روكي في الغرب. كذلك دمرت الفيضانات متاجر وبيوتا، أطاحت بقطاع كبير من جسر طريق سريع وفق ما أظهرته صور نشرها بيت ريكس حاكم نبراسكا. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.